مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. نحن نحدثكم من قناة الهزائم، ونحن الآن من داخل منزل رئيس مجلس إدارة نادي الضب الرياضي العريق. وكونوا معنا حلقة جديدة، حلقة شيقة، حلقة نار علينا حلقة شيقة جدا جدا. كونوا معنا في انتظار. هيا إلى الداخل. كويس جانا العباية دي جديدة. لا انت اهدى، هي عبايه جديده وريحتك تكسبها. هسه حتصور لنا الريحه اللي في الكاميرا. يلا اوكي، جاهز؟ يلا ما تتوتر، الموضوع بسيط، سريع سريع، نحن هننتهي من الحلقه. اوكي كده شكله كويس. لا ما تصور وشك، ما تصور وشك، ابتسم. ايوه ابتسم، اكبر عليك. كويس، ها جاهزين؟ اوكي تمام، يلا. طيب أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، ومعنا اليوم رئيس نادي الضب الرياضي العريق، ونرحب به. مرحبا بك يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيها الأخوان والأخوات والمشاهدين الأعزاء. إنني في هذه الجلسة المباركة الطيبة هذه الجلسة أحيي المشاهدين وبقول لهم إن شاء الله ما في عوجة، وأنا كرئيس مجلس إدارة نادي الضب الرياضي يعني واقفين مع الرياضة وقفة شديدة. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا. أنا عندنا مجموعة من الأسئلة نتمنى أنك تجاوبنا لها، وكذا يعني ابتسامتك شديدة. طيب، في الآونة الأخيرة اتجهت الأندية إلى رجال الأعمال لتصريف أعباء شؤون الأندية، فما رأيكم في هذا الحديث؟ ما عندهم قروش، ما عندهم التكتح والله. لو ما احنا ديل ونحن بنصرف على الانديه ديل، يا اخي شوف عليك الله، فطور لعيبه غدا لعيبه باستر فنايل شنو تقولوا احنا قاعدين نتكفل بهم ونجيب، وبعد ده بيجي يشتمونا في الجرايد. والله بيشتمونا في الجرايد، بيقولوا تخلصوا من رجال الاعمال ومن التجار، لكن ما بيقدروا لانه نحن اصحاب المال واصحاب القرش واصحاب اي حاجه. أنتم أصحاب الهمة أيضا. نعم نعلم ذلك. هل أنت راضي على أداء الفريق حقك؟ والله شوف، أنا الحمد لله بمثل كل الضببة في البلد. يعني السودان ده مليان بضببة وكلهم بينتموا لنا نحن، وأنا كرئيس لمجلس إدارة نادي الضب الرياضي يعني سعيد جدا بكل الهزائم اللي قاعد تمر بالفريق. ما عشان أنا داير شفة، لكن بقول للناس قربنا واصبروا علينا شوية. نعم. البعض يقول تدهور كورتنا بعدم اهتمامنا بالفرق السنية والناشئين والبراعم، فما رأيك في ذلك الحديث؟ يا اخوانا ده كلام ده، يا اخوانا ده في النهاية الكورة ده انت تخلوها تعتمد على الشفع شنو بيلعبوا كورة يا اخي؟ يا اخي ناس بشنبات كبار بغيرهم يجيبوا لهم كاس ولا يلعبوا كورة، ده نمشي نجيب له شفع احنا نبدا من الجديد يعني ولا شنو؟ انا ضد الكلام الفارغ ده. الكورة دي رجالة يلعبوها رجال كبار بشنباتهم ودقولهم. خلي يقول لك سنية معقول؟ ما نجيب لهم حلا وعربة احسن عليك الله، نجيب لهم حلا وعربة. صحيح. هدئ من روعك السيد رئيس مجلس نادي الضب الرياضي. انتوا كرجال اعمال تفتكروا انه انتوا حتفضلوا تصرفوا للانديه دي لحد جبتين يعني؟ جتني. شوف اخي الكريم، اساسا ان احنا كرجال اعمال بيجيبونا عشان نصرف على النادي، فبنقعد نصرف لما نفلس يجيبوا واحد غيرنا. دي الحياه حتكون ماشيه كده يا اخوي. نعم. طيب، رسالة أخيرة لجماهير الرياضة عامة وجماهير نادي الضب الرياضي العريق خاصة. والله بقول لجماهير الرياضة عامة يا اخواننا اصبروا علينا شوية ويمهلوا. الكورة دي يا اخواننا، الكورة دي دايرة حاجات كثيرة، ونحن قاعدين نجيب لكم المحترفين وبنجيب لكم اي حاجة قاعدين نجيبها نحن كرجال اعمال يعني لانديتنا، وانتم تصبروا وان شاء الله الجماهير الرياضية موعودة بخير كبير شديد في هذه الوطن. ورسالتي الثانية البقول أنا لجماهير نادي الضب الرياضي الوفية، إنكم والله وقفتوا معانا وساعدتونا
واصله ما حصل. احنا والله شرفناكم كويس ولا رفعنا راسكم. صحيح النتائج دائما بايخه، لكن وحياة الله الله يزلني الله يزلني ان شاء الله الامور بتظبط، بس انتوا بيضوا النيه.